السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم النهاردة طريقة عمل المنين، او القراقيش. بيسموها المنين، بيسموها القراقيش. فالواحد بقى بيصحى الصبح كده ملوش نفس للأكل والله، فطبعا ياخد منتين كده على كوباية شاي، أو في العشاء برضو يعني ملوش نفس برضو ياكله منتين كده على كوباية شاي. يعني جميل والله. في البيت الحاجات دي الواحد ما بيستغناش عنها في البيت. لما بتكونش موجودة والله الواحد بيبقى محتار بصراحة يعمل ايه، مبقاش ليه نفس للأكل. فانا هعمل لكم طريقته النهارده. انا كنت منزلاه معمول قبل كده، بس انا هوريكم مقاديره بسيطه جدا وسهله، وان شاء الله نعمله مع بعض. نبدا كده بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معانا كيلو دقيق منخول، دقيق الكوثر. بستخدم دقيق الكوثر حلو قوي في البسكوتات في المعجنات، جميل قوي يعني، بيبقى حلو. فاستخدمت كيلو نخلته، نخلته. ومعانا اللهم صل على سيدنا محمد. دول ايه بقى؟ دول 3 معالق سكر كبار. دول 3 معالق سكر. ودي معلقة شمر، معلقة ينسون. حمصتهم نص تحميصة كده، وضربتهم في الخلاط نعمتهم. ودي معلقة لبن بودرة ممكن الاستغناء عنها. ودي ذرة ملح صغيرة دي. ودي معلقة بيكنج باودر ممسوحة. فديت ايه المقادير الجافة. وطبعا معلقة سمسم، انا كنت عايزة سمسم اكتر من كده، بس بصراحة مفيش الا ما لقيتش الا دول في البيت، فتيجي معلقة كبيرة. وطبعا كوباية سمنة سيحتها في الطبق قدحتها. وكوباية زيت، يعني زيت مع سمنة، كوباية قد دي بالظبط سمنة ومليتها هي زيت. بكوباية سمنة وكوباية زيت وكوباية ونص مية، هنشوف هتاخد قد ايه مية. وطبعا معلقة خميرة اهي، معلقة خميرة ممسوحة برضو عشان الجو حر. حطيت معلقة سكر برضو فيها، وهنحطها كده. وهنجيب المية دي دافية، دافية مش سخنة. وهنحط شوية ونقلبهم ونسيبهم ايه يتفاعلوا. طبعا طالما متأكدة من الخميرة بتاعتك يبقى هتشتغل على طول ان شاء الله. بس عبال ما بس شوية، لان انا مسيحة السمنة ادخاها، هبس شوية تكون اختمرت. فاضلة كوباية ونص مية. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نحط المواد الجافة كلها على بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. نبدأ كده ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. البركة تبقى نحط بقى كل المواد اهي الجافة، شمر واليانسون والسكر والملح والبيكنج باودر واللبن البودرة. هنحطه كده. وهنحط السمسم برضو، وهنقلب كويس. نقلب بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب المواد الجافة كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنقلبهم كويس عشان الملح ما يبقاش راكن في حتة، ولا البيكنج باودر، كله يتقلب مع بعض كده. اللهم صل على النبي. والله بيبقى جميل وتحفة. احنا بنشتري الحاجات دي بالغالي من بره، بنجيب يعني الكيلو ب70 جنيه بتاعه. ليه ب70 جنيه؟ الحاجة موجودة عندنا في البيت الحمد لله. هو الدقيق جبت الكيلو كان ب20. وطبعا الزيت موجود والسمنة والحمد لله يعني. نعمل كده ونخلي في البيت الخير. ما بيكونش حاجة زي كده موجودة بيبقى الواحد محتار والله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اتحاها بس عملت شوية، يعني مش عايزينها هي سخنة، طبعا سخنة سخنة. احنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نقلبها. نبدأ نقلب بقى، نقلب السمنة مع الدقيق. نقلبه كله في قلب بعضه، ذرات الدقيق كلها تشرب السمنة. بسم الله ما شاء الله. وهنحط برضو الزيت دلوقتي عشان كله يختلط مع بعض. وادي كوباية الزيت.
بنفس المعيار اللي عملنا بيه السمنة، هي كوباية سمنة وكوباية زيت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بس الإضاءة تكون واضحة، لأن الفلاش بتاع التليفون فاصل، المفصل هيفصل شحن، فأنا حطيته والله حطاه في الشاحن وبعمل عشان أوريكم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل اللي في المعلقة بقى عشان هبدأ أبس بإيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أبس بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السمنة سخنة، بس الحمد لله هي مش سخنة أوي، أقدر أستحملها يعني. إنما لو سخنة أوي مقدوحة أوي زي بتاعة الكحك بنسيبها لما تهدى شوية. فاحنا بنبص كده كله مع بعضه، نغلف ذرات الدقيق كلها، منخليش ولا دقيقة باينة يعني، كلها تتغلف بالسمنة والزيت. طب هبص انا بقى وارجع لكم تاني، عشان طبعا هاخد وقت في البث شوية، فهبص وارجع لكم تاني ان شاء الله. ماشي حبايبي، رجعت لكم تاني اهو بعد ما بسيته. طبعا بسه كويسة، حتى لو خدنا حتى كده ما شاء الله. بصوا هتكور معاكي، اتقال ان هي عجينة بس طبعا هي مبسوسة بس. فما شاء الله الخميرة الله اكبر. بصوا الخميرة لسه حط عليها السكر، عشان ما شاء الله الخميرة كويسة. الله اكبر تفاعلت ازاي. فهي عشان دافية برضو شوية، فانا هحط حبة مية باردين كده عشان الخميرة ما تعملش الاول. اهي نص الكوباية هبرد بس بيها العجينة شوية. احنا كده كده قلنا هتاخد ايه حوالي كوباية ونص مية، فانا حطيت حبة المية الباردين الاول من الحنفية، عشان لا قدر الله لو سخنة اوي ممكن تموت الخميرة. ابدأ بقى احط الخميرة اهي ما شاء الله. بصوا مسافة مفيش 5 دقايق. اللهم صل على النبي. وعملت ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. احط مية برضو في الخميرة مكانها، عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. جميلة. اللهم صل على النبي. هتبقى جميلة والله. ناخد شوية مية تاني من اللي حطيناها في مكان الخميرة. احنا قلنا هتاخد كوباية ونص، فاحنا هنحط شوية شوية عشان برضك ايه، احسن ما تاخدش الكوباية كلها نص، عشان ديت ايه يعتبر كل دقيق. بس انا مجربة الدقيق اللي هو ما شاء الله بتاع كوثر ده تحفة والله، جميل قوي بصراحة. بستخدمه على طول في الكيكات وفي الحاجات والبسكوتات والكحك وكله بيبقى جميل. معلش انا هعجنها بقى عشان مش عارفة اتملك، عشان ماسكة الموبايل بايدي، وهقول لكم بالظبط هي خدت قد ايه مية. ماشي هرجع لكم تاني. حبايبي بصوا هي خدت بالظبط كده كوباية ونص، كوباية ونص مية، وبقت زي الفل. الله اكبر. ليها كوباية ونص قد دي طبعا بالخميرة اهو. حطينا كوباية ونص كلها خدتها، فما شاء الله. بصوا العجينة الله اكبر طرية، الله اكبر ما شاء الله زي الملح اهو. شايفين ولا شققت ولا اي حاجة. لو هنعملها كده هنلاقيها تتكور معانا اهو. شايفين مفيش اي تشقق فيها اهي زي الملبن. الله اكبر. فهنسيبها بقى لما تخمر، يعني مش كتير عشان الجو حر طبعا. هسيبها 10 دقايق قبل ما اجهز بس الصواني واقطعها واوريها لكم بقى. اوريها لكم ان شاء الله بعد ما ايه، بعد ما اقطعها. الله اكبر ما شاء الله زي الفل. لمت من الطبق كلها اهي، مفيش حاجه في الطبق. الله اكبر زي الفل. هرجع لكم تاني ان شاء الله
لما اقطعها طبعا بتتعمل رور، بعملها رور كده عشان برضك ايه لو ما اتاحليش الفرصه اوريكم. بعملها رور كده على صينيه ولا حاجه وببططها كده بسمك طبعا. ايه انا بوريكم بس عشان ايه ممكن ما اقدرش اعملها عشان محدش بيصورني. فانا هقطعها كده، هعملها واقطعها وابقى اوريها لكم بقى متقطعه ان شاء الله او مستويه يعني على حسب ان شاء الله. يلا ارجع لكم تاني ان شاء الله. حبايبي رجعت لكم تاني اهو. خدت حته اهوت من العجينه عشان انا ما بسيبهاش تختمر قوي، الجو حر جدا. فاخدت عجينه عملت لها رول اهو وبقطعها اهو قدامكم اهو. بصوا وسويتها من الجناب بالسكينه بقطعها اهو قدامكم. عايزين نقطعها بقى مستطيلات، نقطعها كده بسمبوكسه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في التقطيعه الجميله دي هيطلع زي الفل ان شاء الله. بس هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نحط كده في الصاج اهو. الجو حر قوي قوي ربنا يرحمنا. انا واقفه في المطبخ وبنقط عرق. شوف السمك اللي احنا عاملينه مش تخين قوي طبعا اهو، عشان لسه برضك هيختمر شويه اهو. وبنوسع كده شويه يعني مش قوي اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو. نحطه كده عشان برضو نديله ايه مساحة في الفرن لما هيستوي. ايه رأيكم بقى؟ اكمل انا بقى ان شاء الله كده وارجع لكم باذن الله بعد ما اسويه. انا بس اوريكم طريقة التسوية. بيتسوى برضو على درجة حرارة 180. بنولع الفرن بنحطه بس لما يختمر احنا بنقطعه على طول، بس نسيبه يختمر شوية طبعا قبل ما نسويه. والصينية اللي بنعملها الاول او الساج اللي بنعملها الاول هو اللي بندخله الفرن الاول. اوريكم بقى بعد ما يستوي ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير. ورجعت لكم حبايبي اهو بعد ما قطعت الكميه كلها بتاعت المنين اهو. شايفين ما شاء الله عملوا الصاج دوت، وعملوا الصينيه برضو ديت، وعملوا الصينيه دي ما شاء الله. وكمان فتحت عملتها بصوا صينيه 4 قرص اهو. الله اكبر. قلت اعملهم قرص كده اهو. ما شاء الله على الكميه كلها اهو. شايفين الله اكبر الكيلو عمل قد ايه ما شاء الله. وحاجة نظيفة وجميلة وتبقى مضمونة وتاكلوها بألف هنا وشفا، وتبقى موجودة في البيت كده اهوت. معلش اسفة على السلك ده عشان بس احطها في الفيشة. فالتليفون هيفصل مني، ربنا يستر ما يفصلش مني لحد ما اسويه بقى واوريهولكم ان شاء الله. لو فصل بقى معلش سامحوني، هضطر انزله وهو مستوي في فيديو صغير كده باذن الله، عشان هو بيهنج على طول التليفون من الحر ده. فممكن ما الحقش بقى ان انا ايه اعمله تاني يعني. لو هنج مني يبقى سامحوني بقى انزله بعد ما يستوي في فيديو صغير كده. ايه رايكم بقى في الكميه ما شاء الله. الله اكبر. هبدا احط بقى اول صينيه دي في البوتاجاز ديت، البوتاجاز العادي يعني اللي هو بتاع الغاز مش فرن ولا حاجه. وهو واضح عليه ان هو ما شاء الله رفع اهو، رفع عشان الحر. فهبدا احطه بقى ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير باذن الله. وما تنسونيش بقى من الدعوات، وما تنسونيش كده في اللايك والشير. وقناتي تكبر بيكم باذن الله. احلى اصحاب واحلى اخوات واحلى عيله في الدنيا كلها. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا يا رب. الكومنتات بتاعتكم بتشجعني وبتخليني استمر، مع ان ساعات ببقى خلاص يعني مش عايزه انزل حاجه تاني والله، لان فعلا حرفيا كده بقى لي سنتين والقناه مش عايزه تتفعل. فالواحد بقى يعني ربنا المعين. انما كومنتاتكم بتشجعني والله على اني استمر يعني. فربنا يعيننا جميعا ويوسع رزقنا ورزقكم يا رب، ويسر على كل معسر بحق جاه حبيب المصطفى. اشوفكم على خير باذن الله. لا اله الا الله.